فيديو النهاردة يمكن يكون أطول فيديو تسمعه، بس لو كملته للآخر هتفهم حاجة ناس كتير عايشة عمرها كله من غير ما تفهمها. النهاردة مش هنتكلم عن الإباحية كذنب ولا كعيب ولا كفضيحة. النهاردة هنتكلم عنها كظاهرة بتأثر على المخ وعلى النفس وعلى الحياة بشكل أعمق بكتير. ما أغلب الناس فاكرة الفايدة اللي هتطلع بيها من الفيديو ده إنك هتفهم أنت بتعمل إيه وليه بتعمله، وإزاي ده بيأثّر عليك، وإيه اللي في إيدك تعمله من غير جلد ذات ومن غير خوف ومن غير ضغط لو أنت شخص بتتفرّج أو اتفرّجت قبل كده، أو حتى عمرك ما اتفرّجت الفيديو ده ليك، لإنه عن المُخ البشري، مش عن فئة معيّنة من الناس. خلّينا نبدأ من الأساس، المُخ الإنساني مش معمول علشان يتعامل مع كمية الإثارة اللي موجودة دلوقتي. زمان المتعة كانت بتيجي من حاجات محدودة، أكل، إنجاز، علاقة، قُرب، نجاح. حركة دلوقتي في ضغطة زر تقدر توصل لإثارة أقوى وأسرع ومتكررة، ومن غير مجهود الإباحية بتمثل أقصى نسخة من ده. خلينا نفهم اللي بيحصل جوه الدماغ. جوه مخك في نظام اسمه نظام المكافأة. النظام ده مسؤول عن التحفيز، الرغبة، السعي، مش السعادة الدوبامين. مش هرمون السعادة الدوبامين، هو هرمون عايز تاني، عايز أكتر. الإباحية بتضرب النظام ده بقوة، وبتدي دفعة دوبامين عالية جدا في وقت قصير ومن غير أي مجهود. وده في حد ذاته مش المشكلة. المشكلة في التكرار. المخ ذكي وبيتكيف لما حاجة تكرر. المخ يقول لي خلاص دي بقت عادية فيقلل الاستجابة. يعني إيه؟ يعني نفس الحاجة تدي إحساس أقل فتحتاج أطول أقوى أكتر. وده اللي ناس كتير مش واخدة بالها منه. خلينا نقف هنا شوية. في ناس بتقول طب ما أنا بتفرج ومش متأثر، وده ممكن يكون حقيقي لفترة، بس التأثير مش دايما بيبان. فجأة التأثير غالبا بيبان في التركيز الدافع، المزاج، العلاقات، الطاقة، مش في لحظة المشاهدة نفسها. خلينا نتكلم عن الفوائد اللي بيتقال عليها أول فايدة الاسترخاء. أيوة، في إحساس مؤقت بالراحة لأن الجسم بيفرز مواد بتهدي الأعصاب، بس الراحة دي زي المسكن مش علاج. ألم راح بس السبب لسه موجود. فايدة تانية الهروب من التوتر. الإباحية بتفصل المخ عن الواقع شوية، وده بيخليها جذابة جدا للناس المضغوطة أو القلقانة أو اللي دماغها مش ساكت. بس المشكلة إن كل هروب بيرجعك أضعف. الفايدة التالتة النوم. في ناس بتستخدمها علشان تنام، بس ده بيعلم المخ إن النوم مربوط بإثارة، وده مع الوقت بيبوظ دورة النوم الطبيعية. طيب نخش بقى في الأضرار بعمق. أول ضرر حقيقي مش الإدمان. ضرر تشتيت المخ اللي متعود على إثارة سريعة مش بيحب الصبر. فأي حاجة محتاجة تركيز تبقى مرهقة. تفتح الحاجة تقفلها، تبدأ تسيب، تفكر، تزهق. وده اللي ناس كتير بتسميه توهان المخ. تالت ضرر المزاج بعد الاندفاع. بيجي هبوط، وده يخليك تحس بفراغ أو ضيق أو ملل أو كآبة خفيفة، فتدور على نفس المصدر تاني، وهكذا الدايرة. رابع ضرر الصورة الذهنية. الإباحية بتقدم صورة غير حقيقية عن العلاقات، عن التفاعل، عن التوقعات، وده يخلي الواقع يبان أقل وأبطأ وأضعف. وده مش ذنبك، ده نتيجة تعرض متكرر. خامس ضرر فقدان السيطرة. إنك تعمل حاجة وإنت مش مبسوط بيها بس مش قادر توقف، ودي أخطر نقطة. خلينا نكون واضحين جدا، مش كل مشاهدة إدمان ومش كل شخص بيتأذى بنفس الدرجة، بس كل ما الاعتماد يزيد المخ بيتغير. طيب إيه الحل الحقيقي؟ الحل مش إنك تمنع نفسك بالعافية. المخ مش طفل والمخ مش عدو. المخ جهاز، ولو فهمته تقدر تتعامل معاه. أول خطوة الوعي، إنك تبقى فاهم مش مستغرب. تاني خطوة تقليل المدخلات، مش بس الإباحية لكن السوشيال والتشتيت والتنقل السريع. تالت خطوة إعادة بناء المتعة. متعة بتيجي من مجهود، نتيجة حركة، تقدم. رابع خطوة تنظيم اليوم، خصوصا أول اليوم وآخره. خامس خطوة الصبر. المخ مش بيتصلح في يوم، لكن بيرجع طبيعي بالتدريج. مهم جدا تسمع الجملة دي، أنت مش مدمن، أنت إنسان اتعرض لتحفيز عالي من غير تدريب. في قناة الدماغ الذهبية، إحنا مش بنخوفك ولا بنضغط عليك، إحنا بنفهمك علشان لما تفهم تتحكم. ولو حابب الفيديوهات الجاية هتكون عن الدوبامين، التحكم في العادات، إعادة التركيز، وتحسين المزاج. ولو حسيت إن الفيديو ده فادك خليك معانا واشترك علشان تفهم دماغك وتعيش أحسن.